في هذا الفيديو إخواني الكرام سنكشف تفاصيل صادمة بدأت تثير القلق داخل النظام العسكري الجزائري. زيارة ملكية واحدة قلبت الحسابات بالكامل وأشعلت موجة من الارتباك والهجوم الإعلامي الغير المسبوق. أبواق النظام خرجت بتصريحات متناقضة وغاربة تكشف حجم الخوف الحقيقي من التقارب المغربي الفرنسي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا كل هذا التوتر؟ وما الذي تخشاه الجزائر بالضبط؟ الأخطر من ذلك أن بعض التصريحات التي خرجت في الإعلام الجزائري بدت وكأنها اعتراف مباشر بفشل مخططات استمرت لسنوات طويلة. وما علاقة إقالة رئيس الوزراء السنغالي بما حدث في كأس إفريقيا؟ سنتعرف أيضا بالتفصيل في هذا الموضوع. السلام عليكم إخواني الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. تحية كبيرة للمتابعين القدامى ومرحبا بكم بالمشتركين الجدد في قناة آدر نيوز. اليوم سنتحدث عن موضوع مختلف تماما، لأن ما يحدث حاليا بين المغرب وفرنسا خلق حالة هستيرية واضحة داخل الإعلام المقرب من النظام العسكري الجزائري، وسنستعرض معا كيف تحولت بعض القنوات الجزائرية إلى منصات للبكاء السياسي والهجوم المتواصل بسبب الزيارة الملكية المرتقبة إلى باريس. كما سنكشف أيضا كيف فضحت تصريحات المحللين المقربين من العسكر حجم التخبط والخوف من الاتفاقيات القادمة بين الرباط وباريس. لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس لكي يصلكم كل جديد. منذ الإعلان عن الزيارة الملكية بدأت أبواق النظام الجزائري تروج لروايات متناقضة. مرة يقولون إن فرنسا لم تعد تملك قرارها، ومرة أخرى يتوسلون عودة العلاقات مع باريس بأي طريقة ممكنة. والغريب أن نفس الأصوات التي تهاجم فرنسا صباحا تعود مساء لتطلب رضاها وتتحدث عن ضرورة التقارب معها. وهذا التناقض كشف حقيقة الأزمة التي يعيشها النظام العسكري الجزائري. الإعلام الجزائري حاول التقليل من أهمية الزيارة الملكية، وادعى أن ماكرون يعيش نهاية سياسية ولا يملك صلاحيات قوية. لكن في المقابل نفس المحللين يعبرون عن خوف كبير من الاتفاقيات المرتقبة بين المغرب وفرنسا، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية في إفريقيا والمنطقة الأطلسية. وهذا وحده يكشف أن الأمر أكبر بكثير من مجرد زيارة بروتوكولية. أحد أبرز الأمور التي ظهرت خلال هذه التصريحات هو اعتراف غير مباشر بأن المغرب أصبح رقما مهما في إفريقيا. فبينما كان الإعلام الجزائري يسخر من النفوذ المغربي، عاد اليوم ليعبر عن خوفه من أن تتحول الرباط إلى البوابة الأساسية لعودة فرنسا إلى إفريقيا. وهنا بدأ الارتباك الحقيقي، لأن الواقع الحالي يؤكد أن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة بناء شبكة علاقات اقتصادية واستراتيجية قوية داخل القارة الإفريقية، سواء عبر الاستثمارات أو المشاريع الكبرى أو الشراكات الطاقية. المغرب لم يعتمد على سياسة الصدام، بل اشتغل بمنطق المصالح المشتركة، وهذا ما جعله يحقق تقدما كبيرا مع عدة دول إفريقية من بينها نيجيريا ودول الساحل وغرب إفريقيا. مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري مثلا أصبح واحد من أكبر المشاريع التي قد تغير خريطة الطاقة في المنطقة بالكامل، وهو ما جعل بعض الأصوات الجزائرية تعتبره تهديدا مباشرا لنفوذها التقليدي. وخلال النقاشات الإعلامية خرجت تصريحات صادمة كشفت طريقة تفكير بعض المقربين من النظام العسكري الجزائري. أحد المتدخلين تحدث بشكل غريب عن إمكانية توقيف أي شخص مطلوب لفرنسا حتى لو كان فقط عابرا فوق الأجواء الجزائرية. تصريحات أثارت موجة سخرية واسعة، لأنها عكست مستوى التخبط الذي وصلت إليه بعض الخطابات السياسية والإعلامية هناك. في المقابل يواصل المغرب التحرك بهدوء على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي. الرباط اليوم تركز على بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى سواء مع أوروبا أو إفريقيا أو الولايات المتحدة. وهذا التحول جعل المغرب يتحول إلى لاعب أساسي في ملفات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية وربط الموانئ والممرات التجارية. كل هذه التطورات
تفسر لماذا تعيش بعض الأطراف حالة توتر كبيرة مع كل تقارب جديد بين المغرب وشركائه الدوليين، لأن الواقع تغير وموازين القوى في المنطقة لم تعد كما كانت في السابق، والمغرب اليوم يراهن على المشاريع والتنمية والانفتاح، بينما ما زالت بعض الأنظمة غارقة في عقلية الصراع والشعارات القديمة. وفي النهاية إخواني الكرام، يبقى الأكيد أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتطورات المهمة، خاصة مع التحركات الدبلوماسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. الأيام المقبلة قد تحمل اتفاقيات وتحولات جديدة ستزيد من قوة الحضور المغربي إقليميا ودوليا. أما الخطابات الانفعالية والهجومية فلن تغير شيئا من الواقع الذي أصبح واضحا للجميع. أما فيما يخص إقالة رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، فهذا يرتبط ارتباطا بأزمة دبلوماسية وسياسية حادة نشبت بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي كأس إفريقيا كان 2025. ووفق تحليل لهسبريس تتلخص هذه العلاقات في النقاط السريعة التالية: أزمة المشجعين المعتقلين بعد فوز السنغال على المغرب في نهائي في يناير 2026، اندلعت أحداث شغب أسفرت عن اعتقال وإدانة 18 مشجعا سنغاليا بأحكام سجنية في المغرب حسب تقرير القدس العربي. وأيضا نهجه التصعيدي، تبنى عثمان سونكو خطابا شعبويا حادا ضد المغرب، واصفا الأحكام بأنها تجاوزت الإطار الرياضي كما نقلت القدس العربي، وحاولت حكومته الضغط القضائي والدبلوماسي، مما تسبب في برود غير مسبوق في العلاقات التاريخية بين البلدين وفق التحليل لجريدة إهسبريس. نهج الرئيس البرغماتي، في المقابل يرى الرئيس باسيرو في أن ضرورة الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية والروابط الروحية مع الرباط، وفضل التهدئة الدبلوماسية وطلب العفو الملكي مباشرة بحسب الصحيفة. حسم أيضا الخلاف بعد الإقالة. بعد 24 ساعة فقط من قرار الرئيس فاي بإقالة سونكو وحل الحكومة، أصدر العاهل المغربي عفوا ملكيا شاملا عن جميع المشجعين السنغاليين. إخواني الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا مشاركة المقطع مع أصدقائكم. دمتم في رعاية الله، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.